عاش خياط عجوز في قرية صغيرة، وكان يخيط ملابس غاية في الجمال ويبيعهم بسعر جيد. في يوم من الأيام أتاه فقير من أهل القرية وقال له: أنت تكسب مالا كثيرا من أعمالك، لماذا لا تساعد الفقراء في القرية؟ انظر لجزار القرية الذي لا يملك مالا كثيرا، ومع ذلك يوزع كل يوم قطعا من اللحم المجانية على الفقراء. لم يرد عليه الخياط وابتسم بهدوء. خرج الفقير منزعجا من عند الخياط، وأشاع في القرية بأن الخياط ثري ولكنه بخيل، فنقموا عليه أهل القرية. بعد مدة مرض الخياط العجوز، ولم يعره أحد من أبناء القرية اهتماما، ومات وحيدا. مرت الأيام، ولاحظ أهل القرية بأن الجزار لم يعد يرسل للفقراء لحما مجانيا، وعندما سألوه عن السبب قال بأن الخياط العجوز هو الذي كان يعطيني كل شهر مبلغا من المال لأرسل لحما للفقراء، وتوقف ذلك بموته. العبرة من القصة: لا تحكم على أحد من ظاهر ما تراه منه، ولا تسئ الظن بالآخرين، فبسبب سوء الظن كرهنا بعضنا، وظلمنا من حولنا، وقل لقاؤنا، وقطعنا رحمنا.